الفتاة همست لأبوها في سر وقالت له: حتى لو هتكلفنا كل ثروتنا لازم تكسب الفطر العملاق اللي على المسرح. من كتر محبتها ليها الراجل فورا صرف 100 مليون واشتراه في المزاد. كل اللي حواليه على طول افتكروا انه مجنون. محدش كان عارف ان في ايد حد تاني الفطر ده معمول من مجرد فطر عادي ملوش قيمه. لكن اول ما الفطر وقع في ايد البنت الصغيره بقى كنز فريد من نوعه في العالم. اصحى يا صاحي، قوم ما تكسفنيش ولا هضربك، قوم بسرعه ولا هطبخ لك واكلك، يلا بينا يلا حالا، بس في طريق العصافير. بس في اللحظه دي كل الناس ما كانتش مصدقوا لما عرفوا ان الفطر ده اتحول لشكل بشري. كان كانوديرما عمره مليار سنه، حتى رشه من قشرته تكفي تشفي اي مرض في الدنيا. راجل كان اعمى قبل شويه شاف عينينه على طول، وست عندها 80 سنه رجعت 18 سنه بعد كده. السبب اللي خلى البنت تشوف الشكل الحقيقي للفطر من النظره الاولى انها كانت التلميذه المباشره لواحد اسمه شيانتيان. يوم ما كان معلمها على وشك الصعود للخلود قالها انها في الحقيقيه بنت عيله لو من شينج تشو اللي ضاعت زمان، وان عيلتها دلوقتي في مشكله كبيره. حياه ابوها كانت معلقه على خيط، وعشان كده لازم تنزل من الجبل فورا. قبل ما تسال البنت اي حاجه هو نزلها من الجبل. لكن اول ما وصلت تحت قابلت راجل عجوز بيتطارد من جماعه من الرجاله. مع انها كانت مستعجله تنقذ ابوها ما قدرتش تتجاهل حد في مشكله. بعد تردد بسيط قررت تنقذ العجوز الاول وتفكر في ابوها بعدين. وقفت فورا قدام الطريق اللي ماشيه فيه العربيه، سوت بوصلات ايدين وثبتت في مكانها، وباستخدام جبينها بس وقفت العربيه كانها حاجز.